السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. معكم شيماء من قناة يوميات أسرة عصرية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وأحسن حال يا رب العالمين. فيديو النهاردة إن شاء الله هيبقى عن تفريز أو تخزين السبانخ. طبعا السبانخ موسمها دلوقتي في الشتاء وهي موجودة تبقى خضرة وجميلة. دلوقتي انت أول حاجة لما تيجي اشتري السبانخ اللي بتبقى كلها ورق. ما تجيبيش العيدان الطويلة، ما تجيبيش السبانخ اللي هي العيدان بتاعتها طويلة، لا اللي هي الصغيرة بتبقى كلها ورق، تبقى فيها حته حمراء كده من الراس، دي بتبقى البلدي. اول حاجه بنبتدي نعملها ان احنا بنبدا ان احنا نسردها او ننقيها. بنشيل العود الاصفر منها او العود الدبلان وبنخلي الورقه على بعضها ماسكه نفسها عشان ما نيجي نغسلها ما تتعبناش وتتفرق. لما بترصيها اما الحاجه بتعملها من الاول بترتيب بتريحك بعد كده. هنسردها كلها وننقيها وبنرصها في المصفى عشان نغسلها. دي السبانخ بعد ما سردناها ونقيناها عشان اي عود طبعا مش حلو، ورصيناها كده عشان تسهل علينا الموضوع في الغسيل. احنا طبعا بنخزن كميه هنا اهو. الباقيين رصينا هنا. دي كزبره خضراء. احنا دايما بنخزن او طبعا على طول، يعني معروف ان السبانخ بتحتاج معاها كزبره خضراء بتخليها طعمها جميل، فاحنا بنغسلها بس دي بنخزنها لوحدها. زي هنا شارين هاي كميه بلدي اهي جميله قوي، ريحتها مفحفحه وجميله قوي. الكزبره الخضراء. السبانخ طبعا احنا جايبينها الصغيره دي بتبقى احلى، بتبقى كلها ورق بدل ما تجيب الكبيره دي بتبقى عيدان. فطبعا هنغسلهم كويس قوي، يعني بنغير عليهم الميه كذا مره على تحت الميه الجاريه ونصفي وهنسيبهم بقى في المصفى لغايه لما يصفوا خالص. وبعد ما يصفوا هنخرط كده. انا عندي دلوقتي اكنك بتعمليها عادي جدا، لما بتجيبيها بتعملي كده اكنك هتطبخيها، يعني بنجيبها بننقيها ونسردها وبعد كده بنغسلها ونسيبها تصفي وبعد كده بنخرطها. وده طبعا مش هنعمل فيه اي حاجه، احنا بنغسله اللي هي الكزبره بتتغسل وبتتخرط، والكيس اللي نعمله مثلا سبانخ ونقوم حاطين عليه شويه بس، مش في اي حاجه. دلوقتي بقى بعد طبعا ما اتغسلت كويس جدا خرطتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا شايفين الكميه قد ايه. الحله انا حطيتها كده في حله. دلوقتي بقى على البوتاجاز هولع النار وهفضل اقلب فيها لحد لما الكميه دي كلها طبعا هتقل معايا وهتخس عشان ما تاخدش معايا مساحه في الفريزر. مجرد ان هي بتدبل بس معايا، انا مش هسوي فيها كتير، انا بس هتقلبي وتجيبي اللي تحت فوق تقلبي على طول. طبعا ايدك فيها ما تسيبهاش، بتوطي عليها وبتقفي ده، انا بتقلبي من تحت لفوق واللي فوق تحت لغايه ما كله هيدبل معايا. بس انا عايز بس ادبلها فقط، ما تسيبهاش على النار كتير عشان ما تصفرش معايا ولا تستوي. خلاص كده انا طفيت الحله، شايفينها كانت مليانه على اخرها. دلوقتي طبعا خلاص دبلت وهبطت معايا. نزلت طبعا اهو كده الميه فيها منها فيها وتتشربها تاني. هسيبها بقى تهدى خالص تبرد او افضها في حاجه تانية واسعه عشان تبرد معايا تماما. عايزه اقول بس ان انا ما حطيتش اي حاجه في الحله كانت ناشفه. يعني الحله اللي انت تحطها على النار ما بحطش فيها اي حاجه، هي ناشفه. وحطيت فيها السبانخ وقعدت اقلب فيها كده، بس هي ما بتكملش 5 دقايق طبعا بتهبط معاكي على طول وبتدبل معايا كده. وطبعا لسه خضره زي ما هي. هسيبها تبرد وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. شايفين طبعا انا هنا مفضياها في مصفى في حاجه واسعه عشان تتهوى معايا وتبرد. هي كده بردت. هبدا دلوقتي ان انا اكيسها في الاكياس بتاعتي بتاعه الفريزر. فضيت كده كل كميه على الكيس على قد اللي انا هستخدمه. شايفين طبعا الخضار بتاعها بيبقى جميل جدا. دلوقتي بقى عندي الكزبره، دي الكزبره الخضراء طبعا اتسردت واتغسلت وقطعتها، لكن مش هدبلها في حله ولا اي حاجه، هي زي ما هي ناشفه كده. هحط في كل كيس شويه، يعني كل كيس على قد الاستخدام احط منه شويه كزبره. وطبعا بتبططيها كده بالشكل ده بحيث كده ان شاء الله ما تاخدش معاكي اي مساحه في الفريزر. ترصيهم كده فوق بعض. خلصت هنا. وطبعا هنا بتخرجي الهواء كويس جدا، ما تخليش فيه هواء في الاكياس اهو. خرجت منها اي هواء وربطتهم كويس. ان شاء الله الطريقه دي تقعد معاكي خزين من السنه للسنه. احنا بنعملها على طول كده على فكره، دي طريقه حماتي بتعملها كده من زمان. بعد كده ما بتيجي بقى تخرجيها طبعا بتخدعي ليها او بتسبكي ليها، وبنضيف كمان عليها جزر. لما بنيجي نطبخها بنضيف عليها جزر بتبقى جميله جدا. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.